الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستأنف أيها الأحباب الكرام سرد كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. وكنا قد وقفنا في قصة العلماء الذين سافروا في البحر وانقطعت ونفذت مؤونتهم وزادهم، فنكمل ما بدأناه. ومن أراد أن يستمع ويتابع فليتابع من خلال قائمة التشغيل وفيها جميع الحلقات. قد وصلنا إلى الحلقة 15 وفيها قال: حتى سكن عنا الجوع والعطش ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك، فقدم إلينا من ذلك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم؟ وجعل يسمع الرجل صاحب الدار، فقال: أنا أحسن الفارسية فإن جدتي كانت هروية. فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر. وقال الحافظ الذهبي في العبر، والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي الحافظ المتقدم ذكره، قال أبو إسحاق بن حمزة عن أبيه قال لي يعقوب بن سفيان: أقمت في الرحلة 30 سنة، وكنت في رحلتي فقلت نفقتي، فكنت أدمن الكتابة ليلا وأقرأ نهارا. فلما كان ذات ليلة كنت جالسا أنسخ في السراج، وكان شتاء، فنزل الماء في عيني فلم أبصر شيئا، فبكيت على نفسي لانقطاعي عن بلدي وعلى ما فاتني من العلم، فغلبتني عيناي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فناداني: يا يعقوب، لم أنت بكيت؟ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب بصري فتحسرت على ما فاتني. فقال لي: أدن مني. فدنوت منه فأمر يده على عيني كأنه يقرأ عليهما، ثم استيقظت فأبصرت، فأخذت نسخي وقعدت أكتب. وتوفي سنة 77 و200 رحمه الله تعالى عن 80 سنة. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ والتاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري المولود سنة 24 و200 والمتوفى سنة 20 و300 رحمه الله تعالى: الذي عد تلامذته أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86 سنة، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته، فصار منها على كل يوم 14 ورقة. قال أبو محمد الفرغاني عبد الله بن أحمد بن جعفر تلميذ ابن جرير: كان محمد بن جرير لا تأخذه في الله لومة لائم، مع عظم ما يؤذى. فأما أهل الدين والعلم فغير منكرين علمه وزهده ورفضه للدنيا وقناعته بما يجيئه من حصة خلفها له أبوه بطبرستان. قال: ورحل محمد بن جرير لما ترعرع من آمل في سنة 36 و200، وكان ابنه 12 سنة، وسمح له أبوه بالسفر. وكان أبوه طوال حياته أو طول حياته يوجه إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان. فسمعته يقول: أبطأت عني نفقة والدي، واضطررت إلى أن فتقت كمي قميصي فبعتهما. باع أكمام قميصه. والإمام ابن جرير هو القائل كما في ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي رحمه الله: إذا أعسرت لم يعلم رفيقي، وأستغني فيستغني صديقي. حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبة رفيقي. ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق.
وهو الذي يقول أيضا: خلقان لا أرضى طريقهما بطر الغنى ومذلة الفقر، فإذا غنيت فلا تكن بطرا، وإذا افتقرت فتها على الدهر. رحم الله صاحب هذه النفس الأبية وهذا الشمم الباذخ وذلك الخلق العظيم والعلم الغزير. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحافظ أبي بكر عبد الله بن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني، المولود سنة 30 و200 ومتوفى 16 و300 رحمه الله تعالى، قال: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فاشتريت به 30 مدا باقلاء، فكنت آكل منه وأكتب عن الأشج عبد الله بن سعيد الكندي محدث الكوفة، فما فرغ الباقلاء حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. انتهى. وأقدر المدة لكتابتها نحو 2 على الأقل. وقال الحافظ البغدادي في تاريخ بغداد، والحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني شيخ بغداد، المولود سنة 36 و300 والمتوفى سنة 25 و400 ببغداد رحمة الله عليه. قال البرقاني: دخلت إسفراين ومعي 3 دنانير ودرهم واحد، فضاعت الدنانير وبقي الدرهم حسبه، فدفعته إلى خباز، فكنت آخذ منه كل يوم رغيفين، وآخذ من بشر بن أحمد جزءا من حديثه، وأدخل مسجد الجامع فأكتبه وأفرغه بالعشي، فكتبت في مدة شهر 30 جزءا، ونفذ ما كان لي عند الخباز، فسافرت عن البلد. وجاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي والأنساب للسمعاني في ترجمة الإمام الفقيه القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبي وردي ثم البغدادي أحد الفقهاء الشافعيين، المولود سنة 57 و300 والمتوفى سنة 25 و400 رحمه الله تعالى، قال: سكن بغداد وولي بها القضاء على الجانب الشرقي بأسره ومدينة المنصور، وكان يدرس في قطيعة الربيع، وله حلقة للفتوى في جامع المنصور، وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة ثابت القدم في العلم فصيح اللسان يقول الشعر. وذكر لي عبيد الله بن أحمد الصيرفي عمن حدثه أن القاضي أبا العباس أبي وردي كان يصوم الدهر، وأن غالب إفطاره كان على الخبز والملح، وكان فقيرا يظهر المروءة. قال: ومكث شتوة كاملة لا يملك جبة يلبسها، وكان يقول لأصحابه: بي علة تمنعني عن لبس المحشو، فكانوا يظنونه يعني المرض، وإنما كان يعني بذلك الفقر، ولا يظهره تصونا ومروءة. وقال الحافظ السخاوي: نقول السيوطي والسخاوي، نفتح السخاوي ونكسر السيوطي يعني السين. وقال حافظ السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، قال هبة الله بن المبارك السقطي: كان مسند بغداد أبو الغنائم محمد بن علي الدجاجي البغدادي، المتوفى سنة 63 و400 رحمه الله تعالى، قال: كان ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة، وعهدي به وقد أخنى عليه الزمان بصروفه، وقد قصدته في جماعة مثرين لنسمع منه الحديث وهو مريض، فدخلنا عليه وهو على بارية أي حصيرة، وعليه جبة قد أكلت النار أكثرها، وليس عنده ما يساوي درهما، فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شرهنا، ثم قمنا، وقد تحمل المشقة في إكرامنا، فلما خرجنا قلت: هل مع سادتنا ما نصرفه إلى الشيخ؟ فمالوا إلى ذلك، فاجتمع له نحو 5 مثاقيل من ذهب، فدعوت ابنته وأعطيتها، ووقفت لأرى تسليمها إليه، فلما دخلت وأعطته لطم وجهه ونادى: وفضيحتاه، آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا؟ لا والله. ونهض حافيا فنادى: بحرمة ما بيننا إلا رجعت. فعدت إليه فبكى وقال: تفضحني مع أصحاب الحديث، الموت أهون من ذلك. فأعدت الذهب إلى الجماعة فلم يقبلوه وتصدقوا به.
وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام الحافظ الجوال أبي علي الحسن بن علي البلخي الوخشي المتوفى ببلخ سنة 71 و400 رحمه الله تعالى، قال: قال الوخشي يوما: سمعت ورحلت وقاسيت المشاق والذل، ورجعت إلى وخش وهي قرية من أعمال بلخ، وما عرف أحد قدري ولا فهم ما حصلته، فقلت أموت ولا ينتشر ذكري ولا يترحم أحد علي، فسهل الله ووفق نظام الملك حتى بنى هذه المدرسة في وخش، وأجلسني فيها حتى أحدث. لقد كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيره، فضاقت علي النفقة وبقيت أياما بلا أكل، فأخذت لأكتب فعجزت، فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها، ثم فتح الله علي. وقال التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الإمام أبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي المولود سنة 93 و300 والمتوفى سنة 76 و400 ببغداد رحمه الله تعالى، وكان إمام الشافعية في عصره غير مدافع. قال أبو العباس الجرجاني: كان أبو إسحاق الشيرازي لا يملك شيئا من الدنيا، فبلغ به الفقر مبلغه، حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا. ولقد كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة، وهي حي من أحياء بغداد، فيقوم لنا نصف قومه، ليس يعتدل قائما من العري كي لا يظهر منه شيء. قيل: وكان إذا بقي مدة لا يأكل شيئا، جاء إلى صديق له باقلاني أي فوال يبيع الباقلا، يبيع الفول يعني، فكان يثرد له رغيفا أي يفته ويثريه أي يبله ويلينه بماء الباقلا، فربما أتاه وكان قد فرغ من بيع الباقلا، فيقف أبو إسحاق ويقول: تلك إذا كرة خاسرة، ويرجع. والإمام أبو إسحاق الشيرازي هذا هو قائل البيتين السائرين: سألت الناس عن خل وفي، فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر، فإن الحر في الدنيا قليل. وقال المؤرخ ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، والتاج السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة الإمام الفقيه الشافعي المقرئ المحدث المتعبد الزاهد أبي الحسن علي بن أحمد بن حسين بن محموي اليزدي المولود سنة 73 و400 والمتوفى سنة 51 و500 رحمه الله تعالى. كان دائما البشر سخي الطبع بما يملكه، قانعا بما هو فيه، متواضعا عاملا بعلمه كثيرا، محفوظ من الفقهاء المتعبدين، وصنف الكثير، وزادت مصنفاته على 50 مصنفا في أنواع العلوم حديثا وفقها وزهدا. قال السمعاني: وكان له عمامة وقميص بينه وبين أخيه، إذا خرج هذا قعد ذاك في البيت، وإذا خرج ذاك قعد هذا في البيت. سمعته يقول: وقد دخلت عليه داره مع علي بن الحسين الغزنوي الواعظ مسلما عليه، فوجدناه عريانا متأزرا بمئزر، فاعتذر من العري وقال: نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون كما قال القاضي أبو الطيب الطبري: قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسلين. وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الزبيدي اليمني: الإمام القدوة العابد الواعظ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن علي بن مسلم القرشي اليمني الزبيدي نزيل بغداد وجد المشايخ الرواه. وولد سنة 60 و400، وقدم دمشق بعد 500، فوعظ بها وأخذ يأمر بالمعروف، فلم يحتمل له الملك طغطكين، وكان يقول الحق وإن كان مرا، لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان نحويا فقيرا قانعا متألها حنفيا سلفيا. قال الوزير يحيى بن هبيرة: جلست معه من بكرة إلى قريب الظهر، أو من بكرة إلى قريب الظهر، وهو يلوك شيئا، فسألته فقال: نواة أتعلل بها لم أجد شيئا. قال ابن شافع: كان له في علم العربية والأصول حظ وافر، وصنف في فنون العلم نحو من 100 مصنف، ولم يضيع شيئا من عمره. توفي سنة 55 و500 رحمه الله تعالى. يقول هنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: وقد وقع للعبد الضعيف جامع هذه الصفحات أو جامع هذه الصفحات نفاد النفقة أكثر من مرة، ومنها أثناء دراستي في كلية الشريعة في الجامع الأزهري بالقاهرة، فقد أبطأت نفقتي علي من أهلي في حلب،
وأصبحت يوما ولم يبق معي سوى 13 قرشا مصريا، وكان اليوم يوم الخميس ولم أفطر بعد، فذهبت إلى الكلية على غير طعام. ولما عدت منها مررت بالمطعم ودخلته للغداء قبل ورود الآكلين، فتسابق إلي الندل أي خدم المطعم استئناسا منهم بمظهر العلمي الشامي، وكل منهم يبدي الاهتمام بي بغية إكرامه بشيء. ولما جلست للطعام تظاهرت بالمرض، وأنه لا يواتيني من الطعام سوى الحساء الشوربة مع الخبز، وهو أرخص الطعام في ذلك المطعم. ثم خرجت من المطعم على بقية جوع حسنة، وبقي لدي 10 قروش. وما إن وصلت إلى غرفتي التي أسكنها واستقررت فيها حتى أرسلت جارة لي ولدها تقترض مني 5 قروش، فأقرضتها وبقي لدي 5 قروش، ونمت كما أنا دون أن آكل شيئا، على أمل أن أفطر فولا في الغد صباح الجمعة فيقوتني إلى آخر النهار ويبقى من القروش بقية. فلما أصبحت ظهرت إلى ساحة السطح الذي كانت غرفتي عليه، فإذا زميل لي من الطلبة السوريين الفقراء كان يسكن على سطح يبعد عني نحو 50 مترا، فأشار إلي: هل لديك فلوس؟ فأشرت: ليس لدي سوى 5 قروش. فأشار أنه يريد الفلوس للفطور، فقلت بالإشارة: وأنا أريد الفطور أيضا، فأنا أرميها لك، فاشتري بها فولا وخبزا لفطورنا جميعا وتعال به إلي. ثم رميت له بالقطعة ذات 5 قروش على اعتداد أنه فهم مني وأن الفول سيأتي قريبا وأفطر. ثم عدت إلى غرفتي وانتظرت ثم انتظرت ثم انتظرت ولم يأتي أحد، وقاربت صلاة الجمعة فذهبت للصلاة. ثم عدت وبقيت دون طعام إلى صباح يوم السبت، فذهبت إلى الكلية وعلائم الجوع والتأثر بادية على وجهي. فقال لي بعض زملائي الحمويين: ما بك؟ قلت: لا شيء. قال: لابد، فإني أرى وجهك ذاويا متغيرا، فأخبرني. وأصر علي بإخباره، فأخبرته بجوعي منذ يومين، فأخذني لمنزله وأضافني أكرمه الله وأقرضني من نفقته حتى جاءت نفقتي وأوسع الله علي وذهبت الفاقة. وبعد أن وقعت لي هذه الحادثة وجاءتني النفقة من بلد حلب، حدثت بها شيخنا الإمام محمد زاهد الكوثري وكيل شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، المهاجر بدينه من تركيا إلى القاهرة، المولود سنة 96 و1200، والمتوفى بها سنة 71 و1300 رحمه الله تعالى، للاستمتاع بالخبر وطرفته. فحدثني تطيبا لنفسي بما وقع له من ذلك، فكان أغرب وأعجب، وأنا أسجل ما سمعته منه بعد أكثر من 20 سنة من سماعه، فأكتب ما بقي في ذهني. قال: فأنا أسجل ما سمعته منه بعد أكثر من 20 سنة من سماعه فأكتب ما بقي في ذهني. قال رحمه الله: لما أقمت بدمشق وعكفت على المكتبة الظاهرية أطالع في أسفارها قرابة سنة، نزلت أول الأمر في الفندق، فلما قلت نفقتي نزلت في غرفة متواضعة على سطح استأجرتها مشتركة بيني وبين إنسان آخر غريب من تركيا. ثم إني أملقت بالمرة، فكان صاحبي في الغرفة على فقره يواسيني بما لديه من نفقة قليلة نشترك فيها طعاما وشرابا، ثم أملق هو مثلي وغاب يسعى في الرزق، وأصبحت على جوع شديد ولم يبق لدي درهم آكل به. فذهبت صبيحة اليوم الأول من حالي هذه إلى الظاهرية كعادتي، ولكن دون طعام. ثم عدت إلى الغرفة، ثم أصبحت على ما نمت عليه من الجوع، وذهبت إلى الظاهرية وعدت منها في جوع شديد، وجلست في غرفتي إلى الغد. ثم ذهبت إلى الظاهرية في اليوم الثالث على اشتداد الجوع بي، إذ وجدت جلوسي في الغرفة يزيد ألم الجوع علي، فالاشتغال بالعلم ربما يخفف بعض الشيء. ولما عدت إلى الغرفة بعد الظهر مررت بسمان الحي الذي أودعت عنده عنواني المراسلة، فأخبرني أن ساعي البريد جاء إلي ومعه رسالة مسجلة لا تسلم إلا بيدي. فذهبت إلى البريد على صغبي وجوعي وتهالك قوتي، فإذا هي رسالة شيخي أو رسالة من الشيخ رشيد الحواصل الدمشقي العالم الكتبي، أرسلها لي من إسطنبول إلى القاهرة منذ أكثر من 4 أشهر، ومعها حوالة لي ب3 جنيهات ذهبية. وقد ظلت هذه الحوالة مع الرسالة تذهب وتعود بين إسطنبول والقاهرة
طوال هذه المدة لعدم وجودي ولعدم معرفة عنواني في القاهرة، حتى وصلتني في ذلك اليوم الثالث من شدة هذه، فأخذت الحوالة وتوسعت بها أنا ونزيلي في الغرفة إلى حين. قال: وكان سبب إرسال تلك الجنيهات إلي من صاحب الشيخ الحواصلي في إسطنبول، كما حدثني بعد التقائنا في القاهرة، أنه عاد يوما إلى بيته وقد اشترى سمكا طيبا وتغذى منه، ثم تذكرني وتذكر أني بعيد عن الأهل والبلد ولا مورد ولا عمل، وأني خرجت من البلد بملابسي، فأرسل لي تلك الحوالة من أشهر بعيدة، وشاء الله أن تصلني في حينها المناسب، فالحمد لله على كريم لطفه وتدبيره. قال: وقد أملقت إملاقة ثانية بدمشق أيضا، ومضى علي يومان أو قال 3 دون طعام. وفي اليوم الثالث لقيني في الطريق رجل من أهل فلسطين، كنت لمحته في بعض المجالس التي ضمتني مع بعض العلماء بدمشق، فقدم لي قدرا حسنا من المال، وأصر علي بأخذه، وألح كثيرا، فأخذته تحت إلحاحه وتحت شدة الفاقة والجوع، ولكني ما عرفت اسم ذاك الرجل ولا اهتديت إليه حتى الآن لأرد له الجميل. وكان شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى زاهدا حقا عند كل عارفه، فكان من الذين إذا وجدوا وآثروا، وإذا فقدوا صبروا وشكروا، فرحمه الله تعالى وأعلى مقامه في الصابرين. مما وقع للعبد الضعيف مؤلف هذه الصفحات أيام الطلب والدراسة أني كنت عائدا من القاهرة إلى بلد حلب في آخر العام الدراسي عام 1367 الموافق ل 1947. فلما وصلت إلى مدينة حيفا وكانت تحت الاحتلال الإنجليزي، بت فيها انتظارا لسفر السيارة صباح الغد إلى دمشق، بعد أن حجزت في السيارة الكبيرة لسفري، ودفعت الأجرة 60 قرشا مصرية، وذهبت إلى الفندق بانتظار صباح الغد للسفر، وكان قد بقي معي من النفقة بعد تناول العشاء وأجرة الفندق 65 قرشا مصرية. فلما جئت على الموعد صباحا رفض سائق السيارة أن يحملني، نظر إلي أن معي أمتعتي في الحقيبة، ومعي أيضا حقيبتان مملوءتان كتبا، ورد لي 60 قرشا، فقلت له: أزيدك على أجرتك أجرة للحقيبتين، فأبى، وأنزل ما كان حمله من أمتعتي ووضعها في الطريق، وساق سيارته ومشى دون أن يستجيب لما عرضتها عليه، فبقيت على الأرض. والسيارة الكبيرة التي حجزت فيها لرخصها لا تذهب إلى دمشق إلا مرة واحدة في اليوم، فنالني من الغم والحزن والله تعالى به عليم. ورآني رجل من أهل حيفا وأنا أحاور السائق لإركابي، ورآه قد تركني ومشى دون مبالاة ولا رحمة، ورأى همي وغمي، فقال لي: لا تغتم يا شيخ، هناك سيارة ثانية تذهب إلى دمشق في شركة العالمين، وهي سيارة صغيرة تسافر كل يوم، فسافر فيها. واستدعى سيارة أجرة لنذهب بها إلى شركة العالمين، فأخذت طريقي معه إليها، ولما وصلت إلى مقر الشركة علمت أن السيارة تسافر بعد الظهر في الساعة 2، وأجرة الركوب فيها 250 قرشا مصريا، فقلت لهم: عندي الآن 125 قرشا، وأدفع لكم الباقي في دمشق، فقبلوا. فدفعت لهم ما بقي معي 125 قرشا، وذهبت أتمشى في البلد بانتظار الموعد بعد الظهر. ولما جئت على الموعد للساعة 2 وجدت الموظفين في مكتب الشركة يتوارون بوجوههم مني، وقد حان الموعد المحدد للسفر. مشهور جدا عن هذه الشركة ضبط مواعيدها ودقة انتظامها في معاملتها، فرابني تأخرهم وتواريهم، ثم علمت أنه ليس من المسافر إلى دمشق سواي عندهم، وهم يظنون من الظن بمعنى البخل والشح أن تخرج سيارة براكب واحد وعدد ركابها 5، ثم مضى من الوقت نصف ساعة وأنا أذكرهم بالموعد واضطراري إلى السفر، وإذا برئيس الشركة يحضر، واسمه أبو أحمد فستق. ولما دخل قاموا لاحترامه، وعلمت أنه المسؤول الأول، فحدثته بالأمر، فأمر على الفور بإخراج سيارة تسافر بوحدي إلى دمشق تحقيقا لانتظام مواعيد الشركة والتزامها، فأخرجوها وجعلوا يرفعون أمتعتي إلى السيارة، فشكرته وحمدت له موقفه. ثم استدعى سيارة ثانية لركوبه خاصة يسافر بها إلى بيروت، ثم قال لي: هل تركب معي إلى بيروت
وتذهب من هناك إلى دمشق في سيارتنا في بيروت. فقلت لا مانع يعني من هذا، وما أحب أن أكلفكم سيارة كاملة من أجل وحدي تسافر بي إلى دمشق. فحولوا لي أمتعتي من سيارة دمشق إلى سيارته إلى بيروت. ولما وصلنا إلى الناقورة من حدود الاحتلال الإنجليزي، كان التفتيش من رجال الحدود والجيش هناك شديدا جدا للغاية وطويلا جدا، وينظرون في كل شيء ويفتحون كل كتاب مع المسافر. وكان معي حقيبتان من الكتب، فامتلأ قلبي هما وغما لما سألاقي من العناء معهم. ولما رأى رجال الحدود والضابط المسؤول هناك صاحبي أبو أحمد فستق، وكان رجلا وجيها مشهورا عندهم فيما بدا لي، تساهلوا في تفتيش الأمتعة والكتب، فما زادوا على فتح العقائب ثم إغلاقها. وخرجنا من الناقورة بيسر وسهولة لا ألقاهما لو لم يكن معي في هذا الرجل الوجيه، فشكرت له صحبته. ولما وصلنا إلى بيروت كان قد بقي للمغرب نحو ساعة، ولم يكن هناك سيارة مسافرة من مكتب شركة العالمية إلى دمشق. فقلت لمسؤول المكتب في بيروت يلزمكم أن تسفروني إلى دمشق كما هو الاتفاق. فقال لي آسف أنه لا يوجد لدينا مسافرون غيرك، ولعلك تعذرنا، ونحن نكتفي منك بمقابل ذلك بالأجرة التي أخذناها منك. فقلت له انظروا في أمري، ولم يكن باقي معي شيء من المال، وليس لي معارف في بيروت يسهل علي الاقتراض منهم. ففكرت كيف أنام هذه الليلة، وكيف أسافر غدا ولا درهم ولا مال بيدي. فضاقت علي نفسي ولبسني من الهم والغم الشيء الكثير. ثم استفتحت الله تعالى الخير وكشف الغمة فكان الفرج. تذكرت أن لي قريبا من الأرحام في بيروت بعد عهدي بلقائه، ولا أتذكر بالضبط موضع مسكنه، فجعلت أستذكر الحي الذي يقطن فيه وأمشي فأسأل عنه حتى اهتديت إليه بعد المغرب بكثير. فاستقبلني ورحب بي وفرح بقدومي كثيرا. ولما جلست بادر إلي قائلا لدي 200 ليرة سورية أريد إرسالها إلى حلب من نحو شهر، ولم يتيسر لي أحد، فهل تتكرم باصطحابها معك وأكون لك من الشاكرين؟ فقلت له نعم بكل سرور، وأخذتها ونمت عنده. وأصبحت وقد ذهب الغم عني وأعقبه اليسر والارتياح الغامر بما يسر الله لي، وأذهب عني الهم والغم. فالحمد لله الذي لا ينسى عباده، ويدبر الأمر بحكمته وعلمه، وهو اللطيف الخبير. وأختم الحديث عن هذا الجانب وأنتقل بعد هذا إلى الجانب السادس في أخبارهم في فقد الكتب أو المصاب بها أو بيعها أو الخروج عنها أو نحو ذلك عند الملمة أو تحصيلها ببيع المنبوسات. هذا في المقطع المقبل إن شاء الله. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.